في وجع يخليك تبكي من غير صوت وتضحك من غير قلب. وجع اسمه فقدان الابن. في أم لسه بتصحى مفزوعة من نومها، بتمد ايديها على السرير، بعدين تفتكر انه مش موجود. وفي أب واقف قدام دولاب الهدوم، حاسس ان القميص تقيل، مش عشان وزنه، عشان الذكرى اللي فيه. الفقدان مش لحظة، الفقدان تفاصيل. كوباية كانت بتتساب على الأرض، لعبة كانت مرمية، أو اسم لما بنندهله محدش بيرد. أم بتقول كنت بزعل لما ابني يعيط، دلوقتي بعيط عشان مش سامعة صوته. وأب بيحكي كنت أرجع من الشغل تعبان وأتضايق من زنه، دلوقتي بفتح الباب وأتمنى أسمع أي صوت. وفي أم تانية لسه بتحضر أكلة هو كان بيحبها، وتفتكر فجأة إن هو مشى وسابها، فتسيب المعلقة وتقعد على الأرض وتعيط. أصعب حاجة إنك تبكي لوحدك، عشان محدش يحب يشوفك ضعيف وانت أصلا اتكسرت. وأصعب من البكاء إنك تشتاق ما ينفعش توصل. وفي ناس تيجي تقول ادعيله، أو احتسبي عند الله، أو قوي إيمانك، وانتي مؤمنة بس قلبك موجوع، والوجع محدش بيحسه. لو ابنك عايش وبيغلط وبيزعق بيغلبك، ما تزعلش قوي. في غيرك بيحلم بالغلط وبيشتاق للزعيق، وبيموت يسمع اسمه لو حتى مرة واحدة بس. الحياة قصيرة، قصيرة لدرجة ان هي تخوف، والحضن اللي بيتأجل ممكن يضيع. كلمة بحبك بتتقال في أي وقت ومن غير سبب، وحضنهم مهم حتى لو انت مستعجل. اسمعهم قبل ما تبقى الذكريات هي اللي بتتكلم. لو عندك حد غالي عليك وحصل معاه فقدان، عرفنا هو حس بإيه. لو عندك حد غالي عليك ولسه عايش، امتى آخر مرة حضنته بجد؟ اكتبلي وخلي الكلمة تلحق قبل الندم. واللي فقد ابنه أحب أقوله حاجة: ابنك مش رايح، هو سايب أثر في قلبك، وفي كل مرة تعمل خير، وفي كل دمعة صبر بتطلع منك. الوجع مش هيختفي، بس ربنا بيحط مكانه قوة ما نعرفش مصدرها ايه. ويمكن الابتلاء ده يخليك أحن، أقرب وأصدق. لو الفيديو ده لمس قلبك أو فكرك بحد، قوم احضن ابنك أو بنتك، واشترك في القناة. يمكن كلمة تطلع من هنا تخفف وجع في قلب حد تاني. سيب لايك واكتب دعوة لكل قلب مكسور.